عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. يا جماعة، انا الراجل اللي قدامكم ده لقيته بيكلمني في مرة وبيقول لي انا الرخامة بتاعتي بقى شكلها وحش قوي وزهقت منها ونقرت وعايز اغير شكلها. طبعا بدل ما يروح يجيب رخامة جديدة ويصرف ويعمل وبتاع، ولو هو مثلا عايز يجيب رخامة جالاكسي او حاجة بقت ب 1800 جنيه المتر والارقام الكبيرة دي، لا، هي الرخامة نفسها اللي موجودة عنده. هيعمل كالآتي: بعد ما يوزنها على الشعرة زي ما بيقولوا، لازم يكون ميزانها كويس جدا لان شغل الايبوكس لازم على الميزان. وبيقفل بقى الارضيه ويحط بتاع عشان خاطر مفيش حاجه تقع على الارض، لانه برضو صعب انه يتشال من على البلاط. وبنستخدم ماده الايبوكسي. اول حاجه الطبقه اللي هي البيج اللي اتعملت دي، بس دي ما اتصورتش، ديت اسمها برايمر ايبوكسي. البرايمر يا جماعه بنجيبه، بتبقى حاجه بسيطه، يعني ممكن رخامه زي ديت تاخد كيلو بس، وبالروله الصغيره وبنفرده زي ما حضراتكم شايفين نفس طريقه الفرد ده. طبعا انا كنت بتكلم على البرايمر اللي هو البيج اللي تحت الذهبي ده. وبعد كده بقوم جايب، طبعا بعد ما ينشف واصنفره واظبطه وبتاع بهدوء كده، وبقوم جايب الايبوكسي بتاعي اللي هو الذهبي ده اسمه ايبوكسي ميتاليك. طبعا اي لون حضرتك عايزه موجود بيتباع، اسمه ايبوكسي ميتاليك. بتروح تطلب الكميه بتاعتك اللي انت عايزها وبيعملها لك زي ما انت عايز. وبرضه بفردها بالرولة زي ما حضراتكم شايفين. بحسبها اللي هو ممكن مثلا كل متر مربع ياخد كيلو، هيديلي سماكة بتاعت سكة مثلا نص ملي الا ربع. انا طبعا عايزها اكتر من كده، لا، كل متر مربع هعمل له مثلا وليكن كيلو ونص ايبوكسي ميتاليك، هتبقى السماكة بتاعته كويس جدا. وبفردها زي ما حضراتكم شفتوا من الراجل بيفردها، هي كده كده لما بيسيبها بتتداخل مع بعضها. وقبل ما بتنشف هو حب يعمل تاتش من عنده، ما سابهاش على اللون ده بس، وقام جايب لون ذهبي فاتح شويه وقام حاطط زي ما حضراتكم شفتوا كده. وديت حاجه زي سكينه المعجون، بس الوش بتاعها ناعم شويه، اللي هو زي بيبقى ايه يعني سيليكون كده. وبدأ يدخل اللونين في بعض، الغامق في الفاتح، بنفس الطريقة. طبعا وانت ممكن تعمل شكل تاني اللي انت عايزه، بس انا بشرح لك اللي موجود، اللي الراجل حب الشكل اللي هو يعمله يعني. وكده كده سيبك من كل الحاجات العالية دي، ما تشغلش بالك بيها، لان هي كده كده هتنزل لوحدها، مفيش اي مشاكل. البوكس بيتدخل ويندمج مع بعضه بطريقة جميلة جدا. وبعد كده حب يعمل التاتش بتاعه برضه، قام راح جايب بودرة اكسيد بودرة وحاطط عليهم كحول، وقام رشش رشة صغيرة كده. وبعد كده شوية كحول برضو شفافين، وقام رشش بره بحيث ان هي تفتح بالشكل ده. ويعني في ناس بتقول من خصائص الكحول دوت، بدل ما تستخدم النار علشان تشيل فائقع، لا، الايبوكسي دوت بيفرقع اي فائقع موجوده. بس انا عن نفسي بستخدم النار، يعني انا لما كنت بعمل فيديوهات او بعمل ليا حاجه بعملها بالنار، بتشيل الفائقع خالص، بتطلع لي الشغل مرايه بصراحه. هنا طبعا انا شغال بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعه الشغل بسيط جدا وسهل جدا. بس اهم حاجه ناخد بالنا من التعليمات بتاعه الايبوكسي. الكيلو بيجي يا جماعه مثلا وليكن على حسب الشركه المصنعه، وليكن كيلو الا ربع ايبوكسي مع ربع كيلو مصلب، لازم يندمجوا كويس جدا يا جماعه، اندماج كامل. لازم الاندماج اندماج كامل يا جماعه. واقلب كويس جدا واديله وقته، هو كده كده ما بينشفش في ساعتها، بياخد وقت عقبال ما بينشف. فما استعجلش على الشغل. شايفين حاجه في منتهى الجمال يا جماعه. طبعا ده اسمه ايبوكسي ميتاليك واكسيد بودره، وشغل حاجه في منتهى الجمال. اتمنى اي حد عنده اي استفسار انا تحت امركم. وما تنسوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.